والله الكورس بصراحه يعني الواحد استفاد منه استفاده كبيره. هو موضوع في جزئين، ان موضوع الاستيميشن والكنترول. اول حاجه الاستيميشن، انا كنت اشتغلت قبل كده استيميشن بس كان في شركه صغيره. يعني تسعير، بس كان حاجات اللي هي البسيطه البدائيه، يعني عماير اسكان، حاجات بسيطه كده، مباني سكنيه صغيره. كان موضوع الاستيميشن فيها كان بسيط، فكان الواحد عارف موضوع التكسير البنود. بس كانت نسبه ثابته، احنا كنا بنحط نسبه ثابته كده. يعني الشركه مثلا بتقول لنا نحط نسبه، الاوفر هيد كامل كله على بعضه مثلا 27 28% كده، على بعضه يعني. فدي الواحد كان عنده خلفيه فيها، وصعبت مشاريع على الاساس ده يعني. النقطه الثانيه اللي هي الكوست كنترول، الاستفاده منها، انا خدت كورس قبل كده كوست كنترول. تمام. بس انا خدت فتره بس، بصراحه يعني الاستفاده منه كانت زيرو. ليه؟ لان كان معايا بعد كده اشتغلت مع ناس في الكورس كنترول، مش فاهم هما بيعملوا ايه بصراحه يعني مع اني كنت واخد الكورس، لان الكورس كان مش مأهلني للشغل يعني. هو في لكن بعض بصراحه الكورسات بتركز يعني على التول اكتر من الكونسبت. يعني في. بالظبط حاجات يعني بصراحه يعني انا ما كنتش شايف لها لازمه يعني خالص، ما كانش لها اي لازمه. لكن معاك يعني بصراحه يعني الواحد شفت الحاجات ديت، وشفت الجدول اللي بيشتغلوا عليه، والايرن فاليو والسي بي اي والاس بي اي والحاجات دي كلها، والاداء. وكان معانا المهندس الكوست لما كان بيخش يتناقش مع مدير المشروع بتاع. انا ما كنتش فاهم الحاجات دي كلها، مع اني كنت واخد الكورس يعني ما كنتش فاهم هم بيتناقش في ايه. لكن لما خدت الكورس مع حضرتك يعني خلاص الرؤيه دي كلها وضحت. وبصراحه يعني هو الكورس ده بيهيئ انك تشتغل مباشره يعني كمهندس كوست كنترول. ممكن حتى لو خبرتك زيرو، ممكن على قدره انك تشتغل كوست كنترول يعني فعلا يعني. ودي حاجه يعني مميزه في الكورس.